ودلوقتي جه ميعادكم مع صباحك أحلى على راديو البوابة. صباح الفل على كل مستمعينا ومستمعي راديو البوابة نيوز، راديو يسمعك قبل ما تسمعوا حلقة جديدة من صباحك أحلى. معاكم أروى عصام وهاجر هشام، وهندسة صوتية محمد الكاشف، وممكن نقول ويبو الكشاشيف، أو يلا بلاش اللي من ستر وعبده برضو ما يفضحوش. بصي قبل ما نصبح على الناس، أكيد طبعا الكاشف فتح المايك وانتوا سمعتوا هاجر بتعمل اللي هي اخر الضحكه. ما طلعتش، لا طلعت، انا سمعتها في ودني اهو. الراجل انا اهو اللي بره، الراجل الطاهر اللي قاعد بره ده اللي ذمته استك قال لك ما طلعتش. ايه يا ست الحاجه، انا ماليش دعوه على فكره باللي بيتقال ده يا كاشف اطلاقا. صباح الفل عليكم، وصباح الفل عليك يا كاشف، وصباح الفل على كل اللي موجودين في البوابه، صباح الفل على مصر كلها، صباح الخير يا مصر. انا صحيت يا ما. ايوه احنا صحينا وجينا هنطلع معاكم حلقه صباحك احلى النهارده، ونتمنى ان الحلقه تبقى لطيفه. حلقتنا يا بنتي النهارده كله مجمع على ان هو بيحبها، لانه موضوع كله بيحبه، الا وهو الاكل. تخيلوا النهارده يا جماعه احنا هنتكلم عن الاكل. وامبارح احنا فكرنا كده ننزل بوست ونسال كل الناس اللي بتسمعنا وكل اصحابنا ايه الاكلات اللي انتوا بتعملوا لها ميكسات جديده من دماغكم، بتحط ايه على ايه علشان تاكل. يعني الناس بتستغرب ايه اللي انت بتاكله ده، ايه اللي انا اكلت ده. ايوه بصوت عادل امام. فيعني احنا النهارده هنتكلم عن الاكلات، وهنتكلم عن قصص بعض الاكلات جت منين، وفي نفس الوقت اختراعاتنا احنا بقى في المطبخ. كله من ده على ده، زي ما بيقولوا كلنا بنعمل اختراعات وبنعمل اكلات يمكن يكون مفيش حد بياكلها غيرنا. فعايزين نعرف منكم كل الاكلات، او ايه الاكلات اللي انتوا بتحبوا تاكلوها وبتعملوا لها ميكسات غريبه وحاجات ما تمشيش مع بعضها وبتحسوا ان هي طعمها جميل. الاختراعات والبهرزه اللي انتوا بتعملوها ايه كمصريين بقى؟ ان احنا كمصريين كده بنتميز بطابع خاص في الاكل. يعني مثلا بره، مثلا في امريكا هم بيعملوا الورورور ويحطوا عليه شحطه من فوق مثلا، ده اختراعهم مثلا. في ناس بقى تانية، انا اكتشفت ان في ناس من الكومنتات اللي انا قريتها، طبعا في كومنتات ما لحقتش اقراها وهنقراها مع بعض على الهوا، انه في ناس بتاكل حاجات حادقه على حاجات حلوه، وناس بتاكل حاجات مزه على حاجات مره، حاجات كده ميكسات ما تمشيش مع بعضها خالص. هنعرف ده كله بس بعد الفاصل. هنطلع فاصل صغنون ونرجع تاني، بس الاول نفكركم برقم تليفوننا 01960 393 والبيج بتاعتنا على الفيسبوك راديو البوابه نيوز. بتمنى لراديو البوابة نيوز انه ياخد نفس الخطة ويبقى قوي زي ما عهدنا بيهم، وتوفيقي ليكم جدا، والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يوفقكم جميعا وينجحكم جميعا. شريف منير. ولسه مكملين صباحك أحلى على راديو البوابة. زيرو 1960 393 ده رقم تليفوننا وصفحتنا على الفيسبوك راديو البوابة نيوز. لسه مكملين معاكم صباحك أحلى، أروى عصام وهاجر هشام، وبنتكلم زي ما قلنا لكم في الفصل اللي فات ان احنا نتكلم عن الاكل ومكسات الاكل وحبشتكنات بقى الاكل والحاجات بقى الدلع اللي احنا بنعمله. هنتكلم كل واحد بياكل ايه اكلته الخزعبليه اللي هو بيعملها بنفسه. بصي يا هاجر، هو غالبا اي اكله في العالم بيبقى اسمها جاي من المكونات بتاعتها، او على الاقل المكون الاساسي للاكله دي. تمام. لكن احنا عندنا في مصر في بعض الاكلات ليها اسامي مش معروف هي جت منين ولا طلعت ازاي ولا ايه علاقتها بالاكل اصلا، زي مثلا ام علي، زي مثلا الملوخيه. ايه فكره الملوخيه بالاكله، او ايه فكره ام علي بالاكله؟
في بعض الاسماء كده بتبقى طالعه مش فاهمين ايه علاقتها. طبعا مش كل اكلاتنا بالطريقه دي، لكن في كتير قوي اكلات اساميها مش واضحه وعايزه كتالوج، بس يعني علشان انتوا ما تدوروش احنا حاولنا ان احنا نجيب لكم جزء من هذا الكتالوج. وفي نفس الوقت الاكلات دي في ناس اخترعتها او في ناس عملتها كانت ليها السبق في ده، فاحنا حبينا كمان ان احنا نعرف انتوا بتعملوا لنفسكم كسبق لنفسكم ميكسات اكل ايه. بس الصراحه احنا اكتشفنا ان في كومنتات غريبه جدا جدا وانتوا بتاكلوا اكلات غريبه جدا مش فاهمه اخترعتوها ازاي. احنا انبهرنا. يعني مثلا جاي لنا كومنت من مي مصطفى بتقول انا بحب اكل البطاطس المحمره بالعسل الاسود. من اين لك هذا؟ يعني تخيلوا انتوا لما يجي لنا كمان ان في بني ادمه بتاكل بطاطس محمره بالعسل الاسود، ازاي؟ جميله، هي بتقول طعمها جميل قوي، يعني هي كمان بتحبها جدا. قلبك يطوعك تعمليها يا اروى؟ مش عارفه، بس انا نوعيه من الناس اللي بتحب تجرب بتدوسي. يعني انا ممكن مثلا الاقيهم عاملين اكله جديده او ضايفين حاجه جديده على اكله فاحب اجربها. وحاجه من الحاجات دي الرز المعمر. في ناس كتير جدا عارفه ان الرز المعمر لبن وقشطه ورز وخلاص تمام. في ناس احيانا بتحط له لحمه بتاع. فانا لقيت واحده قايله انه هي بتعمل الرز المعمر بتحط له كمان عصير برتقال. فانا استغربت اللي هو ايه ده؟ يعني ازاي عصير برتقال مع رز معمر؟ وبتحط معاه بسله وكبد وقوانص. طب انا ممكن اقتنع بالكبد والقوانص واحاول اعدلها البسله، بس مش هعرف اعدلها برضه البرتقال. عايزه بقى اقول لك حاجه، ان انا جربتها مره بالبرتقال، ومن ساعه ما عملتها كده وهما في البيت مش راضيين ياكلوها غير كده. ففي بعض الميكسات احنا ممكن نقول ايه ده؟ يعني ايوه مفيش منطقيه فعلا فيها. ازاي زي السويت اند ساور مثلا، الاكلات الصيني اللي بيحط مثلا عسل على صويا حادق مثلا، او سكر على حاجه حادقه. وانت ازاي عملت كده يا عم؟ فبتلاقي على فكره طعمها حلو جدا. اكتشفت ان في بعض الناس بتحط في السلطه تفاح، وفي ناس بتحط في الاكل اناناس. يعني الاكل الصيني بيبقى داخل فيه اناناس. هتلاقي ان طعم الحاجه انا خوافه على فكره بجد، طعم الحاجه المسكره مع الحاجه الحادقه حلو جدا. عارفه انت لما تيجي عارفه كمان الرز مثلا اللي بالخلطه اللي هو اللي بالمكسرات بيحطوا معاه زبيب، فالزبيب بيبقى مسكر والرز حادق. فكره ان انت بتاكلي رز وتلاقي حاجه راحت جايه مسكره في النص كده بتبقى حلوه جدا. الصدمه دي بتعمل بتعمل دماغ، ودماغ عاليه جدا عشان تبقى. طب خلاص يعني، بس انا من الناس او شخصيات الجبانه جدا في الاكل. ما بقلق اول ما في حاجه مش طبيعيه مش منطقيه اصلا، لان الاكل الطبيعي اساسا انا باكله بالعافيه وبالزق، فما بالك لما تيجي تقولي لي انا جايز لو جربتي ميكس جديد. هحاول، وعد ان انا هحاول اجرب الميكس. جربي، بس ما تحطيش في دماغك ان انا لو جربت ده بطني هتوجعني، لانه الناس اللي كلوا ده قبلك بطنهم ما وجعتهمش، عاديين جدا. لو انت بطنك وجعتك يبقى انت اللي وهمتي نفسك. انا عندي الهسهس ده. تمام. معانا كومنت تاني من مروه الطويل بتقول مكرونه بالصلصه ومعاها بيض مسلوق. شغال ماشي. يعني هي نفس فكره الكشري اللي بعدس اصفر. الكشري بعدس اصفر بياكلوا معاه بيض مسلوق برضو. فهي تقريبا نفس الفكره، فلطيفه عادي تعدي. بص يا حاجه حادقه ما حاجه حادقه تعدي مفيش مشكله. والله لو قالت لي ان هي تاكل مكرونه بالصلصه ومعاها رنجه برضه وعادي، مش هحس ان هي عملت حاجه غلط يعني. ساره عطيه بتقول كمان لبنه بالعسل تحفه في عيش فينو. في بقى ناس كمان يا ساره بيحبوا ياكلوا الجبنه النستو او الجبنه المثلثات معاها عسل ابيض او معاها عسل اسود في ساندوتش كده على بعضه بعيش فينو سخن. واو 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 واو. ده عن تجربه؟ عن تجربه يعني جربتها مره. طب العسل الابيض احلى ولا العسل الاسود احلى معايا؟ الابيض صح كده. انا كنت هقول لك برده كده يعني، بس هي في ناس بتحب الحاجات دي بالعسل الاسود عادي، بتغير يعني بيديها طعم مختلف. لان انا الجبنه المثلثات انا ما بحبهاش. عارفه انت نفس فكره مثلا المربى بالقشطه والعسل بالقشطه. يعني انت لو جربتيها هتلاقيها قريبه جدا، وهتبقى تحفه لما يكون الفينو سخن. فينو سخن. لا احنا ننزل دلوقتي، يلا بينا ننزل دلوقتي. نهى البسيوني بتقول بيض مقلي بالعسل. امنت بيك يا رب. يعني كده كتير والله. يعني العسل ده يعني بيتعمل بيه ايه ولا ايه والله؟ لا يعني طب بتحطي يعني طيب ماشي. انا مش عارفه. بصي يا نهى انا هقول لك حاجه. في بعض التتبيلات للفراخ بتبقى داخل فيها عسل.
ماشي. ده عادي. وفي بعض التتبيلات بيبقى داخل فيها عسل اسود كمان للحوم وحاجات كده. ده طبيعي لان كده كده طعمها مش هيبقى باين، بس هي بقى يعني العسل بيخلي الوش بتاع الفراخ يتحمر اسرع، يبقى شكله احلى وطعمه احلى. بس هي فكره انه عسل اسود بالبيض دي ازاي؟ مش عارفه عملتها ازاي يعني. طيب يعني انا هحاول اجرب، جايز يطلع لطيف. ما صفوت بتقول عسل اسود بالزيتون. لا هو واضح ان في اقبال على العسل الاسود النهارده. في ماسكات بقى للبشره يا جماعه بالعسل برضو بتبقى هايله. معانا قروبه بقى يعني. بس عسل اسود بالزيتون، يعني انت بتجيبي الزيتونه تروحي حطها في العسل، تروحي حاطه الزيتونه في بقك، ولا انت بتعملي ساندوتش زيتون والله يا جماعه انا كنت متخيله ان انا لما باكل احط الفراخ في الملوخيه واكلها ان انا كده بعك. يعني وانا كنت متخيله ان انا لما باكل البيض جنب المكرونه ان انا كده بعك. لا كنت فاكره ان انا كده. ده انا طلعت طبيعيه يا جماعه على فكره. جدا جدا. معانا كومنت من هناء محمد سالم بتقول المقلوبه هي مش حاجه، هي اكله اصلا اردنيه، فمش محتاجه اصلا انك تقولي عليها ان هي عك يعني خالص. هي عاديه، انت كده طبيعيه على عادية فكره، واكله جميله جدا جدا. هي بس فيها كميه دهون وزيوت مش طبيعيه، بس هي طعمها بيبقى جميل جدا. انت زي الفل، ما تقلقيش. انا بحبها انا كمان. ساره صافي بتقول بطاطس ببابا غنوج شغاله يعني. انت برضو كويسه جميله. خدي بقى اللي جاي ده. شيماء اسماعيل بتقول كيكه بالمخلل. طب يا شيخه قولي كيكه ريد فيلفت، قولي مثلا كيكه بالشوكولاته، كيكه بالكراميل، كيكه بالمخلل ازاي؟ يعني انا الليمبي كان بيقول انا عامل دلوقتي زي ما اكون صينيه كنافه ومحشيه ترشي. ايوه صينيه كيكه ومحشيه. يعني انت كيكه بالمخلل اللي هو من انهي اتجاه؟ يعني انا اكل كيكه ولا اكل مخلل؟ لا يا اروى دي صعبه. انت كنتي بتقولي ان انا ممكن الحاجه الحادقه مع الحاجه المسكره بتعمل ميكس. بصي تخيلي انت وانت بتاكلي كيكه بالمخلل، انت راضيه عن نفسك؟ لا صراحه. بس يا شيماء انا مش عارف. طيب ماشي، امنت بيك يا رب برضو. ساره محمد عمر بتقول جبنه اللي هي بتبقى في المثلثات برضو مع العسل. ده اللي انا قلته بقى كده. انت طبيعيه، مفيش مشكله. اروى لسه قايلاها وانتوا كده تمام. او في برنسس بوس بتقول حلاوه طحينيه بالزيتون الاسود، وكاتبه تحفه كتير قوي قوي. حلاوه طحينيه بالزيتون الاسود، يعني هي فرقت زيتون اسود بالعسل او زيتون اسود بالطحينه مش فارقه يعني. مش هتفرق. هو واضح ان الزيتون الاسود ممكن يتحط في الحلويات، يعني انه ده تاني حل عليه. نعمل كيكه بالزيتون الاسود. في كمان كومنت من فامباير توتا بتقول بحط في العيش اللبناني جبنه مثلثات واحط عليها لانشون واسيحها في الميكروويف. لطيفه. وكمان لو عملتيها بالجبنه رومي او جبنه شيدر حلوه. ماشي حلوة لطيف ده. ماشي انا مقبوله. تعالوا بقى ايه يعني، كملوا معانا كومنتاتكم، وتعالوا نردش معاكم كده في اول اكله احنا ممكن نتكلم عنها النهارده ونجيب في سيرتها شويه. الكشري. طبعا الكشري كل الناس بتموت في الكشري وبتحب الكشري جدا طبعا. المفاجاه بقى ان الكشري اصلا مش اكله مصريه. الكشري اصله بيرجع للحرب العالميه الثانيه. كان في جنود من الهنود مع القوات البريطانيه في مصر، وكان الكشري الهندي عباره عن رز وعدس بجبه، وكانوا بيقولوا عليه كوتشري. يعني هو دي اصلا اللغه بتاعتهم، او اللي هم سموا الاكله دي كوتشري. فالمصريين علقوه بقى من الهنود. وبدأ ينتشر في مصر. انه وقتها كان في اقليات ايطاليه موجوده في مصر، فضافوا ليه صلصه وبصل والحمص والدقه والشطه والمكرونه وكل الحاجات المكسات الكتيره دي. في الاخر بقى الكشري اكله مصريه بوضع اليد بالظبط. ومن هنا بقى جه الحاج عبد الغفور البرعي، وجت الحاجه فاطمه، عملت العربيه وعملوا الامبراطوريه بتاعت عبد الغفور البرعي. والحاج عبد الغفور البرعي اعتقد ان هو متغفل لحد دلوقتي ان هو فاكر ان الكشري ده مصري. والكشري يا جماعه ما طلعش مصري رغم عشقنا ليه، وان هو بنعتبر ان احنا مميزين فيه، وبنعتبر ان اللي بيجي مصر ده ازاي ما كلش كشري. يعني انت تيجي مصر يعني تاكل كشري طبعا من اجدع محل فيكي يا مصر، يا جمهوريه قصدي، ان انت خلاص انت كده بقيت مصري تمام، وضربت الشطه تمام والدقه، انت كده زي الفل. بس للاسف عايزين نفهمكم هو في الاخر اكله هنديه ببعض التاتشات الايطاليه. متخيلين هندي مع ايطالي طلع لنا الاكله العظيمه واحنا معتبرينه مصري، فده اسمه تغفيل برضه. احنا مغفلين، بس احنا بقى يعني زودنا بقى بعض الاسامي. يعني احنا حطينا التاتش المصري بقى، يعني سميناه كشري
او يعني حرفناه أيوة من كوتشري خلينا كانوا كشري. مسمينه كوتشري. ايه كوتشري ده يا جماعه؟ اسمه كشري. كشري ايوه الحاج عبد الغفور بري ما كانش يعرف يقولها. زود الورد مثلا، يعني احنا سمينا البصل اللي بيبقى موجود عليها سميناه ورد مثلا. يعني دي تاتشات مصريه بس كعمايل لا مش بتاعتنا. مش بتاعتنا. بس ده برضو ما يقللش من ان المصريين لما بدأوا يطبخوا كشري وبدأوا يعملوا الكشري فعلا ابدعوا فعلا في الكشري، حتى لو هي مش أكلة مصرية بحتة، بس احنا ابدعنا في الكشري وما بقاش فيه اي حد ممكن في اي بلد يعمل الكشري زي المصريين ما بيعملوا الكشري. الله ينور عليك. بس كده. تعالي بقى نطلع فاصل. ايوه علشان انا جعت بصراحه وهموت واكل اي حاجه. ممكن اكل دراعك تقريبا، انا ممكن اكل دراع الكاشف بره عادي يعني. انا ماليش دعوه، فربنا يستر عليكم. بس ايه نطلعهم فاصل الاول. رقم تليفوننا 01960 393 وصفحتنا على الفيسبوك راديو البوابه نيوز. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. ياه ايه الملل ده؟ ما تشغل كده الراديو نسمع اي حاجة. ماشي يا عم. كنا بنتكلم عن كل حاجة بتهم المرأة بشكل عام، من ميك اب لشعر. ايه ده؟ لا غير محطة بسرعة. لبس ايه اللي يناسبك؟ كتير مننا ما شاء الله علينا لما بنحط الماسكارا بنعاني من مشكلة تكتل الماسكارا على رموشنا وبيبقى شكل مش حلو. في ايه؟ هو كل حاجة عن الستات خلاص بقى زهقنا. عندك حق والله، كانوا بيقولوا المرأة نص المجتمع، بقت كل المجتمع. بقول لك ايه، هنغير المحطة. برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط. ايوه بقى، اخيرا حاجة بتتكلم عن الرجالة. هو ده. استنى هعلي الصوت عشان نعرف ميعاد البرنامج امتى. كل يوم خميس الساعة 8 مساء مع أكرم المصري على راديو البوابة. تابعوا كل أعمالي وأخباري على راديو البوابة. ماجد المصري. ولسه مكملين صباحك أحلى على راديو البوابة. ولسه مكملين معاكم صباحك احلى مع اروى عصام وهاجر هشام. نفكركم الاول برقم تليفوننا 01960 393 وصفحتنا على الفيسبوك راديو البوابه نيوز. وكالعاده يعني الاصوات اللي انا بعملها دلوقتي كده للاسف اروى شمتت فيا فعلا، صوتي طلع. انا كنت قاعده برغي معاها عماله بقول لها انا جعانه ومش عارفه ايه البتاع، بتقول لي شيخه خضتيني. ايوه يعني شيخه خضتيني اللي هو ايه، افتكرت ان هم خدوا اكلي بصراحه. انا قلت الاكل اللي انا حاطاه في الشنطه اللي بره حد كله مثلا 13 اي حاجه كده لنفسها. انا كنت هقول لكم بس هي يعني تقول لكم هي علشان ما تسيبنيش انا بمسك عليها حاجه. اصل انا لسه بقول لها خلاص بقى ايه يعني نخلص واكل وكده، فهي اللي هو عارفه عملت رياكشن اللي هو قال يعني الاكل بتاعي مش موجود، فلو بشويه خضتيني. فكان الكاشف بيعمل هوبا هلا هوبا، فعملنا هلا هوبا بقى معاكم عادي، ما فيش مشكله عادي بتحصل عادي. طيب نرجع تاني للكومنتات بتاعتنا. معانا كومنت من رانيا بسام بتقول انا بحب اكل المهلبيه بالكوسه. ده زي كان في زمان نكته اسمها ايس كريم بالكوسه. هو عموما اي حاجه دلوقتي بقت بالكوسه عادي، ده طبيعي. فالكوسه مش هتيجي على الاكل بس. لا حرج على الكوسه. مروه عابدين بتقول بحب اكل لانشون بالحلاوه. طيب يعني مقبوله، انا ممكن اعديها. لا انا مسامحاها صدقيني، مروه مسامحاها. لا انا مروه مسامحاها. اصل انت كنت من شويه معترضه على البطاطس بالعسل الاسود والبيض بالعسل الاسود. ايوه انما لانشون بالحلاوه عادي جدا. عادي. ما هو في ناس بتحط لانشون على الحلاوه، على قصدي لانشون على الجبنه الرومي، على جبنه مش عارفه اسطنبولي، بتعمل كده ساندوتش اللي هو عارفه انت الحاجات اللي بتروحي تشتريها من السوبر ماركت، بتقوم عامله ساندوتش كله في ربع رغيف. خلصت. انا احيانا بعمل الموضوع ده. ايوه فانا مسامحه لانه لا انا الفكره مش حته مفيش وقت علشان اخف من العيش. انا عايزه اكل من الحاجات دي كلها بس، والحاجه مثلا محطوطه في الثلاجه هتبوظ بقى لها كتير ما حدش بياكل منها، فيعني اسيبها تبوظ ولا اكلها؟
فما جتش ربع رغيف مثلا، انا هاكل نص رغيف المفروض، فبدل ما اكل نص رغيف اكل ربع واحط جوه كل الحشوات دي. بس والله بيطلع طعمه جميل وحياة ربنا يا جماعه. الحشوات دي والله ممكن تحطي لانشون على بسطرمه على جبنه بيضه على جبنه رومي على جبنه شيدر وتقومي ضربه. صدقي صح برضه والله بجد بيطلع تحفه. بنبقى وفرنا. وفرتي عيش. ماشي تعالي نقول سحر الغمري بتقول باكل سبانخ بالبيض. سبانخ مطبوخه عاديه جدا. بتحطيها في طبق وتسخن كويس وتروحي حاطه عليها بيض ورشه فلفل اسمر وتقلبي لحد البيض ما يستوي وبتتاكل بعيش جامده جدا. على فكره في ناس كتير جدا بتعمل الموضوع ده، وحطوا كمان عليها الناس اللي بتاكل الكشري، بما ان احنا كنا الفصل اللي فات بنتكلم عن الكشري. في ناس بتحب تاكل الكشري في عيش، يعني يعمل ساندوتش كشري ماشي وساندوتش مكرونه. فيعني ده احنا شفناه. والبيض بالسبانخ ده برضو في ناس كتير بتحب تعمله. على فكره كمان السبانخ بتدخل في اكلات كتيره جدا زي العيش او شبه العيش، بس بتبقى مش مطبوخه. يعني في بعض الاكلات يقول لك اعمل مثلا فطيره فراخ بالسبانخ، فطيره سبانخ بالجبنه، مش عارفه ايه، بتبقى برضو حاجه فطيره عامله زي العيش الفينو كده شويه مقفوله، وبرضو بيبقى جواها سبانخ. وجوه سبانخ ومعاها حاجات تطلع بقى فراخ، تطلع لحمه، تطلع جبنه. طيب بس بتبقى سبانخ مش مطبوخه. ايوه يعني سبانخ متشوحه كده بس مفيش صلصه يعني. ماشي مفيش مشكله. انا بس في كل اللي انت بتقولي ده انا مش مسامحاكوا عشان ما بحبش السبانخ، ما بتحبنيش اصلا. ايات شاهر بتقول سندوتشات زبده بالسكر، دي كانت اكله جدتي المفضله على فكره. مقبوله برضو. وجبنه رومي عليها قشطه، مقبول. مش عارفه ازاي بس قشطه. وسلطه بيض دي بقى اللي فظيعه، سلطه بيض مسلوق بالفراوله والخس والرمان يعني مع بعض. هي مال الحاجات بدات تتوه مني كده، استني ركزي معايا. بيض مسلوق يعني بالفراوله بالخس بالرمان، وخس وفراوله ورمان ومضربه كله على بعضه واكلاه وتروح واكلاه. هي نفس الفكره اللي احنا كنا بنقولها من شويه بتاعت الاناناس مع الفراخ والتفاح مع السلطه. يعني احنا جربنا الكلام ده قبل كده. هو ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ماما على فكره بيطلعوا حلوين والله يا جماعه. فانا ممكن يعني اقبل موضوع البيض مع الفراوله مع الخس مع الرمان دي، ممكن افكر فيها. ماشي. شيماء جمال بتقول سندوتشات سوداني مملح. طب يعني عادي، ايه يعني حطت السوداني في الفينو ما اجرمتش، انت ايه بالنسبه لك؟ شغال صح. مقبول مش وحش يعني. ماشي. في كمان ايمان محمود بتقول ساعات باكل ايس كريم الساعه 7 الصبح وانا رايحه الشغل. لا ده مش ميكس ده يا ايمان. يعني احنا بنسال عن الميكسات الغريبه اللي انتوا بتعملوها، اختراعات الاكل اللي انتوا بتعملوها. اللي قبلينا اخترعوا اكلات بقت اليومين دول بناكلها كلنا. فعايزين نعرف انتوا بقى اختراعاتكم ايه للاجيال اللي جايه، يعني عشان نعرف ايه اللي هيكمل للاجيال اللي جايه. علشان بجد احنا ورثنا عن اهالينا وعن اجدادنا اكلات معينه، فعايزين نعرف احنا بقى هنصدر ايه للاجيال الجايه. ايوه دماغنا راحت. اللي احنا بنشوفه ده معنى كده ان الاجيال الجايه هياكلوا حاجات غريبه جدا. يعني مش فاهمه صراحه. رحاب مصطفى بتقول بطاطس مهروسه بالبيض المسلوق. انت كده طبيعيه. لا لطيف. رحاب انت كده زي الفل ما تقلقيش. ده مش ميكس وحش والله يا رحاب. كمان في روكا احمد بتقول الشعريه مطبوخه بالسكر، ده طبيعي. وفي ناس بتحط عليها لبن وفي ناس بتاكلها من غير لبن. ايوه. اللي برضو ردها الفظيع قشر البرتقال. هي بتحب تاكل الحته البيضه اللي بين البرتقانه والقشره الاورنج اللي بره. خدت بالك انت كامل؟ خدت بالك انت من الحته اللي اروى بتقولها دلوقتي؟ قوليها تاني كده، قوليها تاني عشان اتاكد من اللي انا فهمته. انا بقول بتحب تاكل قشر البرتقانه، الحته البيضه اللي بين البرتقانه والحته الاورنج اللي بره. ماشي. في بقى ناس تانية بقى اللي انا عايزه اقوله لك يا روكا، ان في ناس تانية بتقشر البرتقانه تديها لحد ياكلها وتاكل هي القشره كلها بالجزء الاورنج اللي بره. بجد؟ بيحبوا قشر البرتقال وقشر اليوستفندي وياكلوا ويقولوا الله، مع ان انا حاسه انه الله ده مر. ده انا لما في حته من الابيض ده بتيجي مع البرتقانه ببقى متضايقه. انا ممكن اكل قشر اليوستفندي بس في حاله واحده وهو مخلل. انا دقته ده اتخلل في وسط المش كده، اتحط في اللي هو مع البرطمان بتاع المش، تاكليه بقى فعلا تقولي الله. بس الماكلوش وهو لسه كده. لا في ناس بتاكله ني، مش كده. بالراحه. الاء اسامه بتحب تغمس البقسماط السن في الكابوتشينو، ده لطيف. والجبنه الرومي ما تعرفش تاكل جبنه، ما تعرفش تشرب كابوتشينو من غير معاه ساندوتش جبنه رومي. يعني تاكل ساندوتش جبنه رومي وبقسماط سن مع الكابوتشينو.
نفس الفكره بتاعت ايام زمان لما كنا بنشرب الشاي بلبن ومعاه سندوتش جبنه رومي او جبنه بيضه حادقه. ده طبيعي، ده برضه كان لطيف. ده انت ما يعني انت تمام زي الفل. داليا نجمه بتقول فينو سخن وجبنه رومي رموز العشق. ماشي، انت كده بتتكلمي على رموز العشق. طب قولي لنا بقى ميكساتك ايه يا داليا؟ يعني ايه الاختراعات الخزعبليه اللي بتعمليها وقولي لنا. هدير نبيل بتقول باكل البطاطس نيه، بتقشرها وبتاكلها نيه. كويس ان هي ما كانتش القشره. كويس، قشرة اللي تاكلها. ده انا لسه بفكر هي بتعمل كده ازاي وقلبها بيتوقع انها دخل بطاطس نيه في بطنها، تقولي كويس انها ما كانتش القشره. يعني هي رحمت نفسها من الزيت، ما دام هي بتحبها نيه كملي خلاص. المشكله ان ابنها لو عندها ابن ايا كان، او لما تتجوز يبقى عندها ابن او بنت، لو شافوها وهي بتعمل كده الجريمه دي هم ممكن يعملوا زيها. لا هو مش كده، هو اغلب العيال على فكره يا جماعه مش بياكلوا زي اهاليهم. يعني ممكن مثلا بابا وماما بياكلوا حاجه معينه، طب انا ما بحبش ده. ودايما او اللي بقى شائع الفتره دي انه الاطفال لما بيجوا ياكلوا بيغلبوا اهاليهم حتى لو هم بيحبوا الاكل ده. يعني لازم يدوخك شويه ويلففك ورا في البيت وبعد كده يبتدي ياكل. فعادي يعني، حتى كمان هو لو كل بطاطس نيه متهيالي ارحم من البطاطس المحمره. ليه؟ لان البطاطس المحمره كميه الزيت والدهون اللي موجوده فيها مش صح. فناكلها له نيه بقى عشان نوفر الحاجات جميله. كملي. طيب ساره نجار بتحب لسان العصفور بالرز. طبيعي. وياسمين شافعي بتقول ان هي بتحب رز بالسكر باللحمه المفرومه وممبار بالكاتشب واي اكله بالكاتشب. انت لسه بتسمعينا يا ياسمين؟ رز بالسكر واللحمه المفرومه ازاي؟ يعني انت بتطبخيها ازاي الاكله دي؟ هي اعترضت على الرز والسكر واللحمه المفرومه، وبالنسبه لها بطاطس النيه وقشرتها كان ممكن حلال عادي. يعني هقتلها لكم اخر الحلقه. اسمها بطاطس برضه يا جماعه في الاخر، لكن رز بالسكر باللحمه، يعني رز بالسكر او رز بلبن ده طبيعي، لكن احط عليهم لحمه مفرومه دي مش عارفه. رز بالسكر باللحمه المفرومه ده كويس. ما لقيتش احط عليه رمان ولا فراوله، كانت تبقى ليله بيضه والله العظيم. كتبها حاسه كبيره. رحاب مصطفى بتقول مسقعه وبيض مسلوق برضو، مع اني مش بحب البيض قوي. مسقعه وبيض مسلوق هي يعني بالنسبه لي انا جديده بس عادي مقبوله، يعني ما فيهاش حاجه غير طبيعيه. كملي. صوفي صلاح بتقول ان هي بتحب تاكل ساندوتش جبنه بيضه باللب الاسمر. طب هي بتعمل يعني ازاي؟ بتقعد تقزقز كل يعني اللب ده عشان تحط قزقوزه واحده وتاكل لبايه وقطمايه، ولا هي بتحط اللب جوه ساندوتش، ولا هي بتعمل ايه بالظبط؟ يعني يا ريت لو انت لسه مكمله معانا تقولي لنا الدنيا ايه بجد، عشان انا بنهار. ساندوتش لب اسمر ده صعب قوي. يعني السوداني لطيف، يعني هتحط السوداني وهتاكله خلاص، يعني القشره بتاعته مش مؤذيه هتعدي. لكن لب اسمر يعني بتجيبيها ازاي ولا مش عارفه. وبعدين يا ترى انت اللي بتقشريه ولا حد بيقشرهولك ولا انت بتعملي ايه بالظبط؟ يعني كاتبه كمان ساندوتش ام الخلول، اللي هو اكيد ام الخلول. ام الخلول، انت بتحبي ام الخلول يا اروى؟ لا ولا انا برضو ما بحبهاش. بصي بقى، جوليس كيسر او قيصر تقريبا بتقول انا بحب اكله اسمها الفحسه. ما هي الفحسه؟ الفحسه هي اكله يمني عباره عن لحمه مفحوسه او مفتفته معموله بالصلصه وخلطه بنت لذينه كده، وبتتاكل بعيش يمني اسمه ملوح ولا يعني مع يعني ميم لام واو مش عارفه هو اسمه هي حاجه بتتاكل يا جماعه حاجه كده، وهو شبه الفطير بس تحفه. تخيلوا وانتوا قاعدين بتاكلوا فحسه، يعني هي بتاكل فحسه محطوط فيها لحمه مفحوسه. والعيش اسمه ملوح، هنمشيها ان هو اسمه ملوح. فتخيلي ملوح بتغمس بيه الفحسه، اللحمه اللي هي الاكله الفحسه، فاللحمه جواها مفحوسه ولا محفوسه؟ يا راجل احنا ناقصين لبخه في الكلام. اوعى القطر يا عم الحاج، والله ما ناقصه لبخه في الكلام ولا ناقصه لبخه في الاكل، لان انا نسيت الاكل الطبيعي اصلا هو ايه. احنا بناكل ايه اصلا؟ تعالوا نرجع لاكلنا الطبيعي البديهي. احنا اللينك اللي فات كلنا كشري. يبقى احنا اللينك ده هنعمل ايه؟ ام علي بقى، يعني نحلي. يعني معروف ان دايما الكشري لازم وراه حاجه حلوه، يعني رز بلبن، ام علي، جيلي، كريم كراميل، اي حاجه من هذا القبيل. اي حاجه بقى من الحاجات الحلويات. لازم حاجه تعمل في بدايه الحلقه كانت بتقول ان الاكلات بنبقى مش عارفين اسمها واصلها وفصلها هي اسمها كده ليه. اكله ام علي بترجع لام علي زوجة الملك الصالح نجم الدين ايوب، وكانت هي اول واحده تعمل الاكله دي احتفالا بمقتل شجره الدر، عشان هي كانت بتكرهها جدا جدا. امرت بقى بخلط كل الدقيق مع كل المكسرات والسكر ووزعتهم على الناس، ومن هنا جت
ام علي. الناس بتقول ايه دي يا جماعه؟ دي ام علي. ام علي. فهم ما كانوش عارفين يسموها ايه، يعني ما كانش ليها اسم، هي اللي اخترعت الخزعبلايه دي، فمن هنا بداوا يسموها على اسمها علشان هي عندها كان المحروس اسمه علي، فسموها ام علي. طبعا ام علي لما عملت الاكله دي واخترعتها ما كانتش تعرف ان احنا هنيجي اليومين دول يطلع لنا شيفات يقول لك هنعمل ام علي بالبوف بيستري، وهنعمل ام علي بالملفي، وهنعمل ام علي ما اعرفش حاجات كده غريبه. يا جماعه هي طول عمرها بتتعمل برقاق او جلاش وبتاع نحط عليها لبن وقشطه وسكر ومكسرات. ام علي معروفه. مين بقى الحاجات اللي طلعت لنا في النص دي؟ ما اعرفش. الاجانب احتلوا ام علي. وبعدين في بعض الشيفات بقى بيحبوا ان هو يحاول ان هو يتكلم انجليش مثلا او يتكلم فرنسي، فتلاقيه هو اصلا يعني في بعض منهم مش بيبقى ضليع في اللغه دي. واحد تاني بقى بتلاقيه متعلم الطبيخ بره، يعني هو متعلم مسافر ومتغرب عشان يتعلم الطبيخ. جاي لنا بقى احنا، فتلاقيه طالع في التلفزيون يقول لك ايه هنعمل ام علي بالملفي. الملفي ده اللي هو يقصد اللي احنا هنا في مصر بنقول عليه الملفي. ايوه هو اسمه ملفي وخلاص، مش لازم نعمل بقنا. بينكدوا بقى علينا ويخلونا ما نتسمم اللقمه. تقومي طفي التلفزيون على طول. ما هو كده اتسممت اللقمه وانا قاعده. خليك شابك كده وخليك يعني روح يا باروش دي زي ما بيقولوا. وبعدين انا اجيب ملفي اعمل بيه ام علي؟ طب ما رواق ارخص يعني، مش قادره افهم. والملوح اللي احنا ممكن نجيب ملوح. نعمل ام علي في الملوح. تيجي نطلع فاصل. نطلع فاصل. رقم تليفوننا 01960 393 وصفحتنا على الفيسبوك راديو البوابه نيوز. هنطلع فاصل نرجع لكم تاني، استنونا. معاناة البنات كل يوم. مش عارفه البس ايه بكره وانا رايحه الجامعه. طيب احط مانيكير ولا اعمل فرنش؟ فاشونيستا. ارسم حواجبي ولا احط كحل؟ لا 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 لا، الكحل مش بيليق عليا. ايه ده؟ انا كمان عندي فرح اخر الاسبوع. فاشونيستا. بفكر البس فستان طويل بس القصير شكله بيبقى احلى عليا. طيب بالنسبه للميك اب احط فاونديشن ولا باودر؟ طيب ما احط الاتنين مع بعض. فاشونيستا. وكمان هرسم عيني بالايلاينر. لا هحط ماسكارا. يا بقى انا زهقت من الحيره اللي انا فيها دي، ما بقتش عارفه اعمل ايه. اسمعوا فاشونيستا وهي هتقول لكم تعملوا ايه. فاشونيستا مع بسنت خالد كل يوم خميس الساعه 6 مساء. فاشونيستا على راديو البوابه. فاشونيستا. أنا رحت أتشاكل في الحرية، طلعت لي عصابة مفترية. دخل الأول دخل علي، دخل بإيه؟ بأرباجيه وبشيل مبم كانوا في إيدي. علمت عليه. اسمعوا كل أخباري في صباحك أحلى مع أروى وهاجر. محمد علي رزق. ولسه مكملين صباحك أحلى على راديو البوابة. زيرو 1960 393 ده رقم تليفوننا وصفحتنا على الفيسبوك راديو البوابه نيوز. لسه مكملين معاكم صباحك احلى، اروى عصام وهاجر هشام، ولسه مكملين خزعبلاتنا ومكساتكم الغريبه الرهيبه من بعد الفحصه دي بالذات. الموضوع بقى فحصه معانا خالص. كملي. معانا كومنت من جيداء محمد بتقول بحب اكل كمون وايه يعني؟ كمون معاه ايه؟ اكيد في حاجه تانية مع مفيد للمعده بس يعني. ايوه كمون وايه؟ انا مش عايزه اعيش تاني يا جماعه في الكوكب ده. الناس دي انا بضم صوتي للفنان مدحت صالح وعايزه اعيش في كوكب تاني بجد بعد اللي سمعناه وقريناه وشفناه ده يعني. يلا ماشي. موني باسيوني بتقول ملوخيه خضراء بالبيض، جربتها وعجبتني، والملوخيه الخضراء بحط عليها ليمون واشربها. ليمون وبتحط عليها بيض. طيب ماشي. طب كملي ارماكي. مش عارفه والله، انا عارفه اصدقها. مايا وكيل بتقول بحب اكل الكنافه نيه وكفته الرز نيه وعصير طماطم مسكر وعسل ابيض عليه جبنه. وعادي يا جماعه احنا شعب بيحب العك.
الحمد لله ظهر الحق، ظهر الحق. هي كلمه يعني كلمه صح طلعت. احنا بناكل اي حاجه فعلا. نفسنا حلو ان شاء الله لينا الجنه. بس كفته رز نيه دي اعتقد دي لحمه، يعني اللحمه ماشي فيها رز وخضره وبصل، بس اللحمه ايه؟ هي قالت بلاش تتقلي او تتحمر فالزيت وسمنه يدخلوا بطنها فتاكلها خفيفه زي اللي بتاكل زي البطاطس النيه. طب على فكره انا واحده من الناس بحب جدا عصير الطماطم بالسكر، وانا كمان ده مفيد على فكره، دكاتره التجميل بينصحوا بيه. بس ما نكترش منه برضو عشان الاملاح بالظبط، السكريات اللي موجوده انت وبتبقى افضل واصح من غير السكر. يعني على حسب برضو تحملك، بس بتبقى افضل من غير السكر. احمد المغربي ده راجل بيقول مجدره ومقلوبه ورز مثلوثه، مش عارفه يعني ايه، وحاجات كتير قوي سعادتك. هو فعلا حاجات كتير قوي سعادتك. يعني انا مش عارفه استوعب اصلا الكومنت نفسه هو ايه اللي قاله، بس يلا يعني لو هو حاجه حلوه خير بالهنا والشفا. هنا وشفا ليك يا احمد. في كمان سلمى عبد النبي بتقول بتحب تاكل شيبسي بالشطه والليمون ومعاه شوكولاته، وكاتبه ادمان بالشطه والليمون ومعاه شوكولاته. واحنا زمان كانوا بيقولوا لنا اللي بياكل حاجه حلوه بالشطه او حلاوه بالشطه او كده بيسخن. فانتي الدنيا معاكي تمام ولا مناعه خلاص من كتر ما بتاكليها؟ قولي يا بنتي، قولي. شيبسي مع خيار. شيبسي مع طب عادي ممكن تكون بتلطف رمضان. ماشي مفيش مشكله. شيبسي مثلا بالشطه والليمون وجنبيه خياريه تلطف معاها، دي ممكن ابلعها لها عادي مفيش مشكله. لطيف. انا سندريلا بتقول ساندوتش مكرونه او جبنه بيضه وحلاوه او جبنه مع عسل وطحينه في نفس اللقمه يعني. فكرتني باحمد حلمي مكان جبنه بيض مربى مش عارفه زيتون كله مع بعض ورحت حاطه نفس اللقمه في بق بالظبط. ماشي. نانسي نشأت بتحب تاكل قشر المانجا. قشر المانجا اللي هي يعني هي محدده، هي بتاكل القشره بس، لكن المانجا نفسها ما جابتش سيرتها. ماشي. طب مين اللي بياكل المانجايه؟ ايوه صح، مين بياكل المانجايه؟ يعني عرفينا برضه. تيمون بومبا بيقول تونه بالبيض. تعدي على فكره، الاثنين فيها حاجات مفيدات ما تخافش. عصير ليمون مع بقسماط بالكمون، دي اسماء جمال. بقسماط بالكمون، شعر وقافيه وجناس وكملي طباق. وآلاء عاطف برضو بتحب تاكل السبانخ المطبوخه بالبيض. طيب ماشي ربنا يسامحها. شيري كمال بتقول ساندوتش مكرونه وبحط بقى قرنبيط على بطاطس جواه، او مكرونه وفراخ او كفته كده يعني، وباكل مع بعض يعني مع القرنبيط. مش وحش برضو يعني، شغال هو اكلات طبيعيه. ماشي. بس اللي مش طبيعي انه زوزن هي كانت بقى اسمها كده زوزن بتحب تاكل لحمه نيه اللي هي بتتعمل بيها الكفته الناشفه. هي تقصد اكيد كفته الرز. انت هتحاولي تبرري لها بس كملي. ماشي. هي بتحب تاكل هي لحمه نيه بس كده. ما هي زوزن يعني، هي قررت تسمي نفسها زوزن لازم تاكل لحمه نيه. يعني صباحك فل يا زوزن، وربنا يعني يلطف ببطنك، لان الموضوع الحاجات دي كلها بتعمل لي انا هس يا جماعه، بتخوفني. ببقى مقتنعه ان البطن فعلا ما تستحملش كل العك اللي احنا ممكن نعمله. بوسي فتحي بتقول سندوتش جبنه لانشون، ما فيش مشكله حلال. كمان جانا محي بتقول بحب اعمل سندوتش حلاوه على عسل ابيض على مربى على قشطه وتاكلهم كلهم مع بعض. مفيش مشكله، انت كده زي الفل. كريمه علي بتقول فطير مشلتت عليه جبنه كوبايات والشيبسي بالشطه والفه ساندوتش. ماشي مقبوله مني. ياسمين مجدي بتقول انه هي بتحب بطاطس بتاعت محل معين يعني مشهور، يعني طبعا مش هقدر ان انا اقول اسمه. ياسمين بتحب تاكل البطاطس بتاعته بالايس كريم بتاعهم برضه، يعني ايه بتروح تطلب طلب بطاطس وطلب ايس كريم وتقعد تاكل تغمس وتلحس دي بدي. مفيش مشكله، انا هعديها. انا خلاص ما بقتش استغرب من ساعه ما جيت الحلقه دي. ميدو موردي بيقول ساندوتش ساندوتش بيض ببطاطس محمره وباميه بليمون وسبانخ ببيض مقلي وكشك المازيه وفطير مشلتت واحط فيه جبنه رومي ولانشون وزيتون. ده كل ده مع بعضه؟ ما انا مش عارفه اصدقه يعني، انا هعتبر ان كل حاجه مستقله بذاتها عشان ما تجننش وده يعيش مخي يعيش. يعني هو تقريبا ساندوتش بيض ببطاطس محمره ده شغال، وتقريبا باميه بالليمون ماشي، وسبانخ ببيض مقلي لوحدها وكشك المازيه ماشي، وفطير مشلتت. لا هو كشك الالمازيه اللي هي او كشك الالماظ اللي هو بيتكلم عليه ده بيحط معاه بياكله بالفطير والفطير يكون جواه لانشون. ده اللي انا فهمته. ماشي، يعني هو على حسب الله اعلم نيته برضو كان فيها ايه. اصل انت لو هتعمل الاكله دي كلها مع بعضها انت محتاج ميزانيه، الحاجات دي كلها غليت. ما انا برضو بقول يعني الميزانيه انت يعني جايب منين؟ يلا ربنا يوسع رزقك وتاكل كمان وكمان. سالي جميل بتحب تاكل الجوافه مع الطعميه.
طيب هي الطعميه طول عمرها بالطحينه، طعميه بالجبنه، طعميه بالسلطه، بالخيار، بالبتنجان، بالفول، باي حاجه، بس طعميه بالجوافه دي جديده. ماشي. رضوى احمد بتقول بسبوسه مع زيتون اخضر مخلل او جزر. هو ده نفس الفكره بتاعت الكيكه اللي كان معاها مخلل. بسبوسه مع زيتون اخضر او بصي هي محدده بقى، يعني هنا هي حددت زيتون اخضر مخلل، وبتاكل قرنبيط ني. كل ده رضوى بتاكله ما شاء الله. افنان مرزوق بتقول ان هي بتحب العسل الاسود عليه فول وبيض عيون بالعسل الابيض. لا 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 معلش سامحيني، لا 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 والله ما هينفع كده هتقوم وتسيب الحلقه يعني. والله ما هينفع. فول بالعسل الاسود. قوليها تاني فول بالعسل الاسود وبيض عيون بالعسل الابيض، يعني هي محدده العسل الاسود دي فول والعسل الابيض دي البيض. يا ربي كشفت راسي يا رب. ماشي. نور الحسين والله اعرف ناس بتاكل مكرونه بالصلصه وتحط عليها ملوخيه قمه العك. لا على فكره دي جميله جدا. لا ركزي، مكرونه بالصلصه وحط عليها ملوخيه. مكرونه بالصلصه وعليها ملوخيه ومسقعه وعليها مكرونه بالصلصه برضه تحفه. والله جميله. جربي ما تقوليش لا من غير ما ايوه ما تقوليش لا، انت مصريه المفروض يبقى عندك مناعه. يعني اعملي طيب زي نونو احمد بتحب تاكل مكرونه بشاميل بالعنب. قطمه مكرونه ووراها عنبه، عنبايه مكرونه، شوكه مكرونه ووراها عنبه. هايلين يا ولاد هايلين. انا هعمل زي الساجده لله اللي بتقول سندوتش حلاوه طحينيه وجبنه قديمه مع بعض في سندوتش واحد العشق. احنا ممكن نعمل ده فنموت اوفر دوز. يعني بصي مش فاهمين ايه اللي حصل في الدماغ. يعني هو لما تيجي تاكلي اللي هو ايه ده حلو ولا حادق، معدتك مش قادره ان هي تفهم. يعني جبنه قديمه مع حلاوه طحينيه في فكره واحده، بطنك هتستوعب ده ولا تستوعب ده، فيجي لها سكته بطنيه. ريهام كامل بتحب تاكل سندوتش جبنه رومي عليه موز ماشي ومربى على جبنه نستو ولحمه او فراخ بالجبنه الرومي في سندوتش واحد. يعني مين اللي قاعد مع مين في الساندوتش دلوقتي؟ جبنه رومي تحط عليها لحمه او فراخ. ماشي شغال برضه. وبتقول كمان ان هي بتحب تعمل ساندوتش جبنه بالعنب. ده نفس فكره الجبنه بالبطيخ والله. ماشي. بس يعني ساندوتش جبنه يعني هي بتحط العنب ما بتخافش يبظ بس من الساندوتش العنبه وتروح باظه في وشها؟ لا خالص. وولاء زكريا بتحب تاكل فول بالمربى، نفس فكره الفول بالعسل، مش فارقه كتير. هي ما فيها، هي اصلا مش فكره، انا مش مقتنعه انها فكره، بس ماشي ما فيش مشكله. اميره عمران بتقول بتحب تاكل سندوتشات لانشون على جبنه رومي، وبتحب كمان تعمل سندوتش ملوخيه. وبما ان انتي قلتي ملوخيه فاحنا عايزين نقولك ايه اصل الملوخيه. ارجوكي بصي يا ست الكل، اول ناس طلع عندهم زرعه الملوخيه دي هم المصريين القدماء. كانوا فاكرينها اصلا نبات سام. لما الهكسوس دخلوا مصر اجبروا المصريين ان هم ياكلوها كنوع من انواع الذل، ان هم بيذلونا. لكن بقى لحسن الحظ المصريين اكتشفوا ان طعمها حلو واخترعوا طرق كمان لطبخها. ونحب طبعا قبل ما نكمل القصه ان احنا نشكر الهكسوس اللي خلونا نكتشف الملوخيه. الف سلام وتحيه للهكسوس. اكيد اكيد. بعد مئات او الاف السنين بقى الخليفه الحاكم بامر الله منع اكل الملوخيه على عامه الناس لسبب ما مش عارفين ايه هو، وخلاها للامراء والملوك بس، فسموها الناس ملوكيه علشان هي طبعا للملوك زي ما انا بقول لكم، وعلشان احنا بنحب نحط التاتش وبنستثقل كل الكلمات، مع الوقت بقت ملوخيه. يعني الملوخيه المصريين اكلوها ايام الهكسوس قهرا، واتمنعت عنهم ايام الخليفه الحاكم بامر الله قهرا برضو. فيعني واضح ان كفاح المصريين كان مربوط بالملوخيه، وعشان كده في ناس كتير جدا جدا كانت بتحب الملوخيه. احنا ما وصلناش للملوخيه بسهوله يا جماعه اطلاقا. الموضوع كان محتاج مجهود وصبر، وعبرنا في 6 ساعات. كنت مستنيها تعمل كده، كنت اقول لها ده ايام السادات، انا عارفه احمد زكي. هو والنبي هو. انت ولا مش انت؟ احنا هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع تاني نكمل معاكم قصص اكلاتنا ونسمع بقيه الكومنتات بتاعتكم، لان احنا لسه معانا كومنتات كتير. رقم تليفوننا 01960 393 والبيج بتاعتنا على الفيسبوك راديو البوابه نيوز. بحبك أكرم، بحبك مثلا، بحبكم كلكم. بجد ما حسيتش بالوقت معاكم. أكرم ميرسي قوي، بس انت ثانك يو ميرسي. وانا بشكركم وبشكر طبعا أسرة البرنامج كلهم، بصراحة يعني أسرة مشرفة جدا يعني.
كائن فضائي نزل الارض عشان هم عندهم فوق في كوكب وكوكب ناشرين غسيل بين البتاع، فالغسيل ده بيتوسخ كل شويه. انا بحب احترم نفسي في شغلي، احب اعمل الحاجه اللي هي تناسبني، احب البس الحاجه اللي هي مقاسي، ما اروحش اعمل دور مش بتاعي خالص. ليه؟ انا هستفيد ايه؟ مش هستفيد حاجه. انت خلاص اصلك في الدراسة بتتعلم التكنيك والحاجات الادوات بتاعة المخرج ايه بالظبط، بس انت بقى هتستغلها ازاي؟ الكاميرا ليها رغبتها طبعا في البدايات، بعد كده انت بتتعود خالص لغايه ما بتنسى ان في كاميرا. بكرس الوقت ده لشغلي، بكتب مقالات، بعمل كتب، بعمل حفلات. وفاء سالم، الفنان ماجد المصري، منى جلال، جواهر، الفنان محمد سعداوي، وفاء حسين، إيمان أيوب، الدكتورة أحلام يونس، أحمد منير. كل الفنانين والنجوم اللي بتحبوهم هيكونوا معانا، وكمان هتعرفوا كل أخبارهم وأسرارهم في برنامج بوابة النجوم مع أكرم المصري وبسنت خالد كل يوم 3 الساعة 8 مساء على راديو البوابة. اسمعوا كل أخباري وآخر أعمالي على راديو البوابة. محمد علي. ولسه مكملين صباحك أحلى على راديو البوابة. ورجعنا لكم بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم صباحك احلى، ولسه مكملين معاكم الميكسات والخزعبلات والحركات والحبشتكنات وقصص الاكلات بالظبط كده. والثعلب فات وفضيله 7 لفات. كملي بقى. الفلافل او الطعميه. الفلافل هي اصلها بيرجع للاقباط المصريين اللي اخترعوها كاكله مكان اللحوم في ايام الصيام بالنسبه للاقباط. طبعا لان احنا كلنا عارفين ان الاقباط مش بيقدروا ان هم ياكلوا الحاجات عموما اللي فيها الروح، اللي هي اللحمه والفراخ واللبن والسمنه والحاجات، اي حاجه من مشتقات الزبده، الكلام ده من مشتقات البقره او الحاجات اللي بتطلع لحمه، او الحاجه الفراخ والبط والكلام ده، كل ده ممنوع. طيب فهم فكروا وعملوا الاكله اللي هي اسمها الفلافل. وكلمه فلافل ذات نفسها اصلا قبطيه مكونه من 3 اجزاء، فا ولا وفل. معنى الكلام ده او معناها اللي هو ذات الفول الكثير. يبقى تاني، فا يعني ذات، لا الفول، فل الكثير. حلو ده؟ زي الفل. يعني هي الاكله اللي فيها فول كثير وبناكلها برضو مع الفول، يعني انتوا واخدين بالكم. وبعد كده طبعا المصريين نشروها في اجزاء تانية من العالم، وخصوصا الشام والخليج طبعا. وبدات بعد كده تطلع لنا بقى ايه، فلافل الحمص وحاجات خزعبلات بقى، اختراعات جديده. ايوه الميكسات اللي احنا بنتكلم يعني هنلاقي في بعض الانواع من الفلافل بتتعمل باي نوع تاني من البقوليات غير الفول. تعالي بقى ندخل على البصاره علشان انا بحبها قوي 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 قوي. بمناسبه الفول بقى هنتكلم زي ما بقول لكم عن البصاره. هي كمان اصلها مصري وفرعوني. اسمها القديم بيسورو، ومعناها الفول المطبوخ.
تقريبا زمان ما كانش فيه زرع غير الفول، فعملنا منه فلافل وبصاره والفول نفسه. دي 3 حاجات اللي احنا طلعنا بيها زمان ولحد دلوقتي. الفول النابت، الفول النابت او زي ما الليمبي كان بيقول عليه الفول الناتت. ايوه الفول الناتت. في كمان البيتزا بعد الطعميه والبصاره لازم طبعا احنا نتكلم عن حاجه حلوه زي البيتزا. فالغريب في الموضوع ان البيتزا اصلها مش ايطالي 100%، مع ان احنا طول عمرنا بنقول البيتزا الايطاليه. البيتزا اصولها بترجع لدول شرق البحر المتوسط زي اليونان وتركيا ومصر، وكانوا بيعملوها عباره عن عجينه فوقيها لحمه او خضار ويحطوها في الفرن. بعدين بقى خدوها الجنود الايطاليين او الطلاينه وزودوا بقى عليها الاضافات اللي هي الصلصه والجبنه والتاتش الاجنبي اللي احنا بنشوفه يعني زي ما احنا لينا تاتش مصري ورجعوها لنا تاني. بالظبط، هم خدوها مننا عملوا فيها التاتش ورجعوها تاني. بس هي المعروف انها فعلا ايطاليه يا اروى، لكن الموضوع اصوله شرق البحر المتوسط زي ما اروى قالت، اليونان وتركيا ومصر، وايطاليا حطت التاتش بتاعها. ندخل بقى على ورق العنب، لان دي من الحاجات الاساسيه اللي انا بعشقها برضو، يعني كله بيجي لي هو زي ما بيقولوا على الطبطاب. محشي ورق العنب في الاصل هو اكله تركيه انتقلت لمصر والشام عن طريق الدوله العثمانيه. كانوا بيحشوه رز ولحمه مفرومه. كالعاده التاتش المصري كان ان شلنا اللحمه علشان احنا اقتصاديين وحطينا مكانها صلصه وبقدونس. شايفين الفرق بقى بين التاتش الايطالي والتاتش المصري؟ هنا يعني حطينا حاجات ارخص شويه. ايوه، مش لازم نحط بقى جبنه موتزاريلا ومش عارفه ايه شكليات يا جماعه، كله بيطلع في الغسيل. لقمه القاضي بقى كمان، لقمه القاضي اصلها اكله يونانيه برضو، واسمها كان لوكو مادس، يعني هي اسمها لوكو مادس واحنا خليناها لقمه القاضي. وعندنا في مصر كمان، ويمكن في اسكندريه بالتحديد بيسموها الزلابيه. يقول لك عايزين زلابيه. فاكره كان في فيلم زمان بتاع اسماعيل ياسين وكيتي، كان اسمه عفريته هانم تقريبا، او عفريته اسماعيل ياسين حاجه كده. وكان بيقول لها الزلابيه. ايوه يا بابا فورمولا. حاضر يا بابا. كنت بحب الحته دي قوي. كملي. كلامنا بقى عن الاكل كمان هنحلي بالقطايف. القطايف بترجع لايام الدوله الامويه، واسمها جه من ان كان في حلواني اخترع نوع حلويات جديد عباره عن فطاير صغيره اللي هي القطايف يعني، ومحشيه بالمكسرات، حط عليها شربات، فكان بيقتطفها الضيوف من قطايف. بالظبط كده. فمن حلاوتها كانت من حلاوتها سموها. والله العظيم كنت لسه اقول لك من حلاوتها كانت نفسها. بتدخل جوه دماغي البنت دي والله. كملي الاختراعات والميكسات الهايله اللي معانا. طيب نرجع تاني لكومنتاتنا. احنا لسه معانا اختراعات وميكسات من اللي انتوا بعتوها. آية التاجي بتقول بطيخ مع باميه، او باميه مع عنب، والفسيخ بتحب تاكله بالجبنه الرومي ومعاه تفاح. بصي واخده بالك انت من هذا صمت لا طالب. يعني لا بجد تمرق لا طالب. طيب احنا شفنا في فاصل من الفواصل اللي فاتت، او في سيجمنت من السيجمنتات اللي فاتت، ان واحده كانت بتحب تاكل البطاطس نيه، مش فاكره اسمها. نور بكري بقى بتحب تاكل البسله نيه. والله. طيب وساجده محمود بتحب جبنه رومي بالتفاح، وبتحب قوي الزبادي بالرز، وبتحب برضو تاكل السبانخ وعليها بيض اومليت. انا على فكره قررت ان انا هاخد قرار اروح ابلغ عنكم دكاتره البطنه على اللي بتعملوه في نفسكم ده. في كمان كومنت من مي محمد بتقول بحب اكل الجبنه على الكشري والبيض المسلوق مع اللوبيا والرز. جبنه على كشري؟ يعني احنا عارفين الكشري او الكوتشري اللي احنا كنا بنقول عليه النهارده. الكشري بيتحط عليه صلصه، بيتحط عليه دقه، بيتحط عليه شطه، بيتحط في عيش مثلا شغال. ندى صلاح بتقول حلاوه بالجبنه الحادقه. احنا دي عدت علينا النهارده ما تفاجئناش صراحه يعني. وسلوى محمد بتقول سندوتش حلاوه ومعاه حاجه ساقعه وخيار، ومسقعه معاها سمك، او مسقعه مع الكشري، ومربى بالجبنه، وبيض بالرز، وشيبسي بالشوكولاته، وصلي على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. والله اجدع جمله انت قلتيها. يعني عندنا كمان اسماء اوسه بتقول جبنه مثلثات عليها مربى رهيبه. مفيش مشكله، يعني انا هسامحك برضو عادي. ايه الجريمه اللي انت عملتيها؟ طيب سلومه احمد بتحب تبلع الرنجه بالشاي بلبن. مش عارفه. الرنجه بالشاي بلبن. يعني زمان كانوا بيقولوا لنا السمك واللبن ما ينفعش يتاكلوا ورا بعض عشان معدتك توجعك.
فانت احساسك ايه؟ شاي بلبن او حاجه فيها لبن ومعاها الرنجه جنبها بصل، مش شاي بلبن يعني. بجد يا ريتني تجيب بقى بصل خضراء تقوم عامله كده اهو. جميله 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 والله يا جماعه. يعني والله في كمان داليا هاني بتقول ملوخيه بالليمون، مفيش مشكله عدت عليا ممكن. ومي مدحت بتقول بيض بالجزر برضه مقبوله. سميه بتقول مسقعه مع مكرونه طعمها وهم بس محدش بيصدق. جارتي كانت بتتريق عليا، جربتها مره بقت تاكلها كده هي وجوزها. لا هي حلوه صراحه يعني، طعمها بيبقى جميل. انت جربتي مسقعه مع المكرونه؟ مسقعه مع المكرونه وملوخيه مع المكرونه حلوين. شعريه بالسكر دي ايمان السيد، وبتحب كمان وعليها اومليت. تحط على شعريه بالسكر بيض اومليت. ايه والله. طيب جايده القاضي بتقول بحب اعمل شاي بلبن بالنعناع وجبنه كريمي او نستو بالمربى او نوتيلا، بس ده مش عك، ده زي التشيز كيك كده يعني. هي بتقول ان دي تشيز كيك وهي بتاكل وتقول تشيز كيك. الله ايوه كمان. رنا نبيل بتقول عظم الفرخه كله من غير ما اسيب منه تنتوفه. عظم الفرخه ايه؟ انا هبلغ عنكم الدكاتره كلهم. يا جماعه والله انا فعلا مش مصدقه ان بطنكم بتتحمل العنف ده عنف يعني، صدقوني ده عنف. فاطمه محسن بتقول الكيكه قبل ما تدخل الفرن عشق. طب ما استني خلاص هي دخلت الفرن. الفكره انه اسماء كمال ولومه ابراهيم بيوافقوها في الراي. بيحبوا جدا الكيكه النيه. وماله مش عيب حقها برضو. غادة محمد فتحي بتقول لما بيكون في ملوخية مع اي طبيخ بحط كله على الرز واكل، وما باكلش البيض وهو مستوي، لازم يكون ني شوية والزلال بتاعه كده اكله هح. يا لما يكون الموت احلى من الحياة. افهمتيني. طيب ندى هشام بتحب تحط على الاومليت كاتشب وهوت صوص. بالهنا والشفا يا نودي. واخر كومنت معانا بحط خل على الكشري والمكرونه بتحط عليها خل ومستردة. طبيعي هي بتحط اي حاجه عليها خل. ماشي بتحب جدا اي حاجه عليها خل. زي ما في ناس بتحب اي حاجه فيها كاتشب. عادي جدا يعني. يعني احنا حتى كمان في اعلانات بتروج لده يعني، يقول لك بنحط الطعميه على الكاتشب. ساعات جربت الطعميه على الكاتشب والحواوشي على الكاتشب، وانا بقيت ما باكلش الحواوشي من غيره. معروف ان الحواوشي بيتاكل معاه طحينه، لكن الحواوشي بالكاتشب دي جديده. بس انا من الناس اللي ممكن تحط الكاتشب في اي حاجه، ما عندهاش منه يعني. بس على بيض دي اول ميكسات ممكن اعمل. لا ما مش للدرجه دي، بس الاكل بقى اللي هو الغدا بتاعنا ممكن احط فيه اي حاجه، ممكن اروح زقه فيه كاتشب، ده انا ببقى مبسوطه. طبعا يعني مش شرط انه الاكلات اللي احنا اتكلمنا معاكم عليها وقصصها تكون كلها صح. هو ده اللي وصل لنا من اجدادنا. نتمنى ان احنا نصدر لاولادنا اكلات ينفع انها تتاكل يعني. اللي احنا بنعمله ده بلاش نعلمه لاولادنا، لان احنا كده بنخترع موروث جديد في الاكل عندنا في مصر، اول مره حد يسمعه. طبعا احنا مبسوطين جدا جدا من ان انتوا كنتوا معانا النهارده، وكميه المشاركات اللي جات لنا النهارده، وكميه الكومنتات اللي جات لنا النهارده. ونتمنى ان على طول حلقاتنا تسمعوها مع أروى وهاجر على راديو البوابة. ونتمنى دايما ان انتوا تتابعونا وتتحفونا بالحاجات اللي انتوا بتعملوها. وعايزه اقول لكم انا وأروى سعداء جدا بكل الميكسات الهايله، ووعد ان انا هحاول اجرب منها. وأروى بتهيألي في حاجات بالفعل عملتها او هتعملها كمان، وهنقول لكم كمان ايه اللي حصل لنا ولسه عايشين واحنا احنا لو طلعنا ان شاء الله يوم الاثنين واحنا سلام تعرفوا على طول ان احنا جربنا والدنيا مشيت معانا يعني. للاسف ميكساتنا خلصت، اكلاتنا خلصت، وحوادتنا خلصت، والحلقه كمان خلصت. وعايزين نقول لكم ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده من صباحك احلى على راديو البوابه يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله مع أروى وهاجر. وكمان نقول لكم سلام عليكم. سلام.